الراجل ده ربط علم النفس بالفسيولوجي في اواخر القرن ال19 سنة 1879. مثل المعمل ده كان بيعمل فيه، انا عارف ان المعمل ده بيحلل عينات، يعني انتوا كنتوا بتجيبوا دماغ الناس تقطعوها وتحللوها؟ لا يا عبيط، مش كده. ايه نظرية التعلم دي؟ كنا بنطبق على الحيوانات. ازاي؟ بص يا بابا، علم النفس هو علم دراسة السلوك الإنساني والحيواني. هو ايه علاقة الحيوان بعلم النفس؟ في حاجة أصلا اسمها عندنا علم نفس الحيوان. ايه علم نفس الحيوان ده؟ انتوا جايبيننا تهزقونا يا حبيبي، ما هو الحيوان بيحس زيك، الحيوان بيحب وبيكره. فاحنا ساعات ممكن ندرس حيوان، والله العظيم في حيوانات بتحس أحسن من البني آدمين. فاحنا لما بنجرب على حيوان بنطبق النظرية على الإنسان، زي بالظبط لما بنعمل علاج. أي علاج جديد بنجربه على ضفدعة، على فار ابيض، على كلب ميت، على فار مش عارف ايه، على ارنب. ولو الارنب ما ماتش بندوه للبني ادم، مات خلاص بقى قدر، ما دماغك.